زهقتي من الحاجات المكلفة ونفسك تعملي حاجة حلوة وسريعة وفي نفس الوقت غير مكلفة، تعالي بينا نعمل بشاميل للبطاطا حلو وسريع وغير مكلف. هديكي كده بحوالي 2 كيلو من البطاطا، هتقطعيها كده القطع اللي انتي عايزاها. انا مقطعاها كده ترانشات. هتيجي بقى في صينية كده وتنزلي بالبطاطا، عليها كوباية من الحليب وتلت كوباية من السكر، هتحطيها على نار هادية وتسيبيها لحد ما تبدأ تستوي معاكي. على ما تستوي البطاطا هنكون عملنا البشاميل. هنيجي ببولة هننزل فيها برتل من الحليب، عليه 4 معالق كبيرة هرمية من النشا، وتلت كوباية من السكر، و4 معالق من القشطة نازلة بقشطة وش اللبن. ممكن تستخدمي قشطة معلبة عادي خالص. هنسيبه بقى نقلبه كله الاول على البارد كده، وناخده برضو على نار هادية ونفضل نقلب فيه لحد ما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. هو ده القوام اللي انا عايزاه. هنزل بقى معلقة من الفانيليا او معلقتين من الزبدة كده، اديله تقليبه. خلاص هو كده القوام اللي انا عايزاه. هاخده بقى على جنب وبعدين هنبص على البطاطا كده. خلاص هي استوت. هنهرسها كويس كده، وهنيجي بطبق بايركس هننزل بالبطاطا، وبعدين ننزل بالبشاميل اللي عليها زي ما انتي شايفه كده. هاجي برشه بقى من السكر البودر، وبعدين على وشها كده عشان تاخد وش في التحمير كويس. هدخلها على فرن بقى، وبعدين اولع عليها الشوايه. هتطلع بالشكل اللي انتي شايفاه ده، جوسي جدا وجميله جدا. انا بحبها سخنه كده بتبقى جوسي اكتر. لو عايزاها تكون متماسكه اكتر سيبيها لما تبرد، هتبقى معاكي قطع على بعضها.